واحدة من أكبر المشاكل والأسئلة اللي بتيجي لي كل يوم من ناس لسه بتبدأ في مجال الIT هو إنه حاسس بتشتت كبير أوي، ومش عارف المجال كبير أوي عليه، مش عارف يبدأ إزاي، يبدأ فين، يبدأ إمتى، يعمل إيه، يفكر إزاي يحس إن هو ماشي صح، إزاي أصلًا يعرف إن الخطوات اللي بياخدها أو الكورسات اللي بياخدها دي كورسات صح، خايف يضيّع وقته على الفاضي، خايف يضيّع جهده على الفاضي، بالذات كمان إن دلوقتي بقى في ناس كتير أوي داخلين على كليات، فعايز يتعلم وعايز يفهم الدنيا ماشية إزاي من قبل ما يدخّل نفسه في المجال، عشان برضه من بعيد لبعيد كده يعرف هو بيحب المجال أصلًا والّا ما بيحبوش، يكمّل فيه والّا ما يكمّلش فيه. طيب نعمل إيه في حاجة زي كده ونفكّر إزاي؟ تعالَ ناخد الخلاصة ببساطة ونتعلمها مع بعض من الصفر. أنا وجهة نظري ونصيحتي الأولى والأخيرة، قبل ما تفكّر تخش أو تبدأ في أي حاجة، لازم تحط نفسك جواها وتتخيل نفسك الأول. طب أتخيل نفسي إزاي؟ هو إنك تعرف وظيفة أصلًا الحاجة دي إيه. فأنا مثلًا عايز أشتغل في مجال الIT، أول حاجة لازم أعرف إيه هي أقسام الIT كده من فوق بشكل عام. يا ترى الIT ده عبارة عن إيه؟ بشكل عام كده، بشكل عام. مثلًا الIT ده عبارة عن شبكات وبرمجة وكمبيوتر. هابحث واشوف مجال الكمبيوتر ده إيه القصة، يا ترى الناس اللي بتشتغل فيه ده اسمهم إيه، بيشتغلوا إيه، وقبل ما آخد الكورسات وقبل ما أدخّل نفسي في الحوارات دي كلها، لأ، نفترض مثلًا أنت عرفت وظيفة اسمها system administration مثلًا، تعالَ، أو إن عرفت مثلًا وظيفة اسمها network engineering مثلًا، تعالَ، ممكن نفتح مع بعض LinkedIn ونشوف إيه هي الrequirements اللي محتاجينها، أو إيه هي المتطلبات اللي الشركات محتاجاها، فهتلاقيهم مثلًا عايزين كورس كذا وكذا 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 وما أعرفش إيه، سيبك من كل الكلام ده، افتح برضه LinkedIn واكتب كده network engineer وابتدي اتكلم مع أي حد موجود في LinkedIn، قُل له بعد إذنك أنا لسه داخل في مجال الIT دلوقتي وعايز أعرف أنتم بتشتغلوا إيه بالضبط، فهتلاقيه هو عشان عارف إن أنت لسه بدايتك في الIT فمش هيكلمك في حاجات technical ولكن هيكلمك بشكل عام، فيقول لك مثلًا أنا الصبح عندي سويتشات باوصّلها ببعض عشان أخلّي أجهزة الكمبيوتر تفهم بعض، وساعات بتحصل مشاكل فأنا باتحرّك بنفسي وباطلع مثلًا أشوف المشكلة في السويتش والّا المشكلة في الكابل والّا المشكلة فين. أنا مثلًا عندي أجهزة مختلفة زي الراوترات عشان أقدر أخلّي الشركة بتاعتي مثلًا في الفرع في القاهرة تعرف تشوف الشركة اللي في الفرع اللي في السعودية مثلًا، أنا وهكذا. أنت بقى دلوقتي بتتخيّل شكلك وأنت شغال الشغلانة دي، يا ترى أنت مرتاح الراجل معاك وهو بيتكلم أو حتى وأنت بتتفرّج على فيديو زي دلوقتي كده، أنت مرتاح لمّا حد بيقول أمثلة أو بيحكي حكايات زي كده، أنت مرتاح حاسس بنفسك، حاسس إن أنت هتعرف تأدّي، حاسس إن أنت هي دي الوظيفة اللي هتبقى ملائمة لشخصيتك والّا لأ؟ ليه؟ ممكن تلاقي ناس كتير أوي مننا مثلًا بيتوتي شوية أو انطوائي شوية أو ما بيحبش يتكلم مع ناس كتير أو صدامي، يعني لو اتكلم بيخش خناقة على طول، أو زي حالاتي كده بيحط حدود كبيرة أوي للناس، فالناس كلها مش عارفة تتخطاها أو مش عارفين يهزروا، مش عارفين يطلعوا فوق الكوبري، مش عارفين، أنت في حدود معيّنة كده أنت آخرك تتعامل معايا في الشغل بس، أو نتكلم بطريقة وبسياق محترم بس، في ناس هتشوفك معقّد، في ناس هتشوفك متساهل، في ناس هتشوفك ذكي، في ناس هتشوفك عبيط، أيًا كان مش مهم. نفترض بقى أنت مثلًا بتحب وظيفة network engineer دي مثلًا، بس هي الlife style بتاع الشغلانة نفسها مش ملائم لشخصيتك، فأنت قبل ما تخش وتاخد كورسات وما أعرفش إيه، لأ، أنا مش هينفع معايا الكلام ده، وعلى فكرة أنا شخصيًا عملت كده، أنا لمّا جيت دخلت كلية هندسة كنت باحب على فكرة العمارة جدًا، جدًا، وكنت باحب الرسم الهندسي جدًا، 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 وكان نفسي أخش مدني واربط بقى بين العمارة الرسم ومع المدني وادخّل الاتنين في بعض وافهم وبتاع، لحد ما اكتشفت أنا مش عايز أشتغل في الشمس، مش عايز ألبس الخوذة وأفضل قاعد بال9، 8 ساعات مع العمال في الشمس وفي الصحرا وأسافر كتير وأروح وآجي، مش عايز أبقى كده، مش دي الشغلانة اللي أنا شايف نفسي فيها، فعلى طول قُمت شفِّت ورُحت مكان تاني ألا وهو هندسة الحاسبات والتحكم، اللي فهمت فيها يعني إيه كمبيوتر، واتعلمت بقى على مدار ال5 سنين بتوع هندسة الكمبيوتر بيشتغل إزاي، وخدت منها الحمد لله علم نظري كتير أوي فادني لحد دلوقتي. فأنت أول حاجة ببساطة هتعرف قشور عامة كده عن المجال، تاني حاجة تفتح LinkedIn وتشوف الوظايف، تالت حاجة تكلّم ناس وتخلّيهم يكلّموك كلام عام، يا ترى أنتم بتشتغلوا إيه، عاملين إيه، إيه القصة، إيه الحكاية، حسّيت وحبّيت الحتّة اللي أنت بتفكّر فيها دي أو الوظيفة اللي أنت بتفكّر فيها دي، ابتدي بقى ما تاخدش كورسات، لأ، ما تعملش الغلطة دي، شوف برضه 10، 20 وظيفة على LinkedIn نازلين للشغلانة بتاعتك دي، وابتدي شوف الrequirements أو شوف متطلبات الوظيفة، يا ترى هم عايزين حد عامل إزاي؟ فهتلاقي مثلًا في network engineering مثلًا عايزين كده حاجة اسمها CCNA، إيه دي؟ مش عارفها، حطها على جنب في الورقة بتاعتك، هتلاقي مثلًا محتاجين حاجة اسمها firewall، يعني إيه firewall؟ برضه مش فاهم حاجة، حطها برضه على جنب، هتلاقيهم برضه محتاجين حاجة اسمها access point، برضه مش عارفها، خلّيها على جنب. هتلاقي مثلًا حاجة اسمها DNA center، حاجة اسمها ICE، هتلاقي حاجة اسمها routing، حاجة اسمها switching، كلام كبير أوي صح؟
هتعمل أنت بقى إيه دلوقتي، تاخد كل الحاجات المشتركة في ال10، 20 وظيفة دول وتبتدي تبحث عنهم وتعرف إيه الcourse اللي ممكن آخده عشان أتعلّم كل الحاجات دي نظري وعملي، والعملي أهم من النظري بكتير في الشغل بتاعنا طبعًا. يبقى أنت دلوقتي ماشي بشكل مضبوط وبشكل صح، يبقى أنت بعد ما عرفت إن أنت عايز الوظيفة دي، تبتدي تشوف الشركات عشان تشغّل الناس دي محتاجة ناس عندهم متطلبات عاملة إزاي، خُد المتطلبات دي وذاكر العملي وخلّي عندك خبرة عشان تشوف وتحل المشاكل العملية اللي أنت ممكن تشوفها في الشغل بعد كده، ابتدي بعد كده قدّم على شغل وإن شاء الله هتتقبل. أمّا ما تبدأش بالطريقة الخطأ، هو إنّك تاخد كورسات على طول، هو إنّك تسمع كلام من أي حد فيالّا أنا عايز أشتغل أو أنا عايز آخد الكورس ده على طول وخلاص، تسأل نَفْسك هو أنا خدت الكورس ده، هو الكورس ده مهم والّا مش مهم والّا لأ؟ وعلى فكرة هي دي المشكلة اللي حصلت دلوقتي وبتحصل في مجال الIT لأي حد بيبدأ، الناس كلّها بتبدأ مثلًا بكورس اسمه CCNA وده غلط جدًا، أنت في بدايتك 90% من الناس اللي هتشتغل في مجال الIT في البداية هيشتغلوا حاجة اسمها IT help desk ودي محتاجة منّك الأساسيات، تبقى عارف أساسيات الكمبيوتر وإزاي تحل المشاكل اليومية بتاعته، وتبقى عارف أساسيات الشبكات، وتبقى عارف أساسيات الsecurity وكمان المشاكل اليومية اللي بتعملها، وده اللي أنا عملته في دبلومة الIT help desk، دبلومة عملية 100% كل حاجة هناخدها هنطبّق عليها، وأحلى حاجة كمان إن أنت هتتعلّم الحاجات دي كلّها زائد الشغل العملي والخبرة اللي هتشوفها كل يوم، وكمان هتلاقيني ضايف لك جزء الWindows server أحسن من إنّك تاخد كورسات نظرية كتير أوي، وممكن كمان ما تحتاجهاش بعد كده، فلو محتاج تفاصيل أكتر عن الدبلومة دي تقدر تبعت لي على رقم الواتساب اللي هاسيبه لك هنا ده، وهابعت لك كل التفاصيل. لحد هنا وكفاية، ما تنساش تصلّي على النبي، أشوفك على خير، سلام.